أخبار بطولة. تتجه إدارة فريق اتحاد طنجة لعمل تغيير كبير على الفريق، منها إقالة المدرب هلال الطير والتخلي عن مجموعة لاعبين أبرزهم محسن متولي، وستكون هناك انتدابات في الميركاتو الشتوي. للمرة الثانية يقوم وكيل اللاعب فيصل فجر بعرض خدمات لاعبه على إدارة فريق الرجاء، وسبق أن اعتذر الزياد للاعب بعد عرض في الصيف الذي لم يكتب له النجاح بسبب المدرب في وقتها. ببلاغ لإطراس عسكري انتقدت المجموعة الإدارة عن بعض الانتدابات التي لم ترقى للطموح، وقرار الاستغناء عن محلل الفيديو واستياؤها من مردود الفريق وأدائه. يتجه فريق الوداد لانتداب 3 مراكز في هذا الميركاتو الشتوي، منها ظهير أيسر ومدافع غالبا مغربي ومهاجم، بينما سيضطر للاستغناء عن أحد الأجانب. كذلك تواصلت الإدارة بعرض لمحمد الريحي وبيدرينهو البرازيلي. دخل فريق أولمبيك أسفي لمعسكر مغلق بمدينة الجديدة ابتداء من يومه الأربعاء، استعدادا لمباراة المجموعات في الكونفدرالية التي ستلعب بالعربي الزاولي.